بعد الطبق ده انسي اي طريقة تقليدية لسلطة الرنجة. الطعم هنا مستوى تاني خالص، وبجد مش هتندمي لو جربتي الطريقة سهلة جدا وبسيطة، وجايباها من قلب مطاعم من جوه، والشيف اللي قايل لي على الطريقة دي، ولما جربتها بجد كانت تجنن. دي سفرتنا النهاردة، سهلة جدا وسريعة، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبألف خير. ويلا بينا نشوفوا الجمال ده هيتعمل ازاي. في البداية هنسمي بسم الله، وهنا جبت الكبة، وهنزل بطماطمية صغيرة وحزمتين من البقدونس او حزمة على حسب الرغبة. وهنا البصل كنت مقطعاه وحطاه في مية ساقعة وخل علشان ريحته ما تبقاش وطعمه قوي ساعة الاكل، وعصير ليمونة، وهنا نص كوباية من الطحينة. والتوابل عبارة عن كمون وكزبرة وشطة وفلفل اسود. وطبعا اساسي مش هنحط ملح لان الاكل هيبقى مملح، فالاكل هيبقى حادق. ونزلت بثلاث فصوص توم ومعلقتين كبار من الخل ومية سخنة من الكتل، وهضرب كل الكلام ده مع بعضه لان هنا انا هستخدمه على جزئين. طبعا انا هنا كنت خليت الرنجة وشلت منها الجلد والشوك، ونزلت بالرنجة كلها، عبارة عن كيلو من الرنجة والفلفل الالوان والبصل زي ما قلت لكم ان انا كنت نقعاه في ميه ساقعه وخل، ونزلت بشوية زيت. وجبت هنا الطاجن ده انا كنت مسخناه في الفرن، وحطيت مكعب من الزبدة، ودي الطريقة اللي شيف قالي عليها، وبجد لما عملتها كانت تجنن. دي اللي اخدت الجايزة بتاعت النهاردة في سفرة شم نسيم. ونفس السلطة هي يعني انا قسمتها نصين، النص الاولاني دخلته في الطاجن، وده النص التاني عملته سلطة عادية جدا، ونزلت بالطحينة اللي انا ضربتها في الخلاط. وبعدين هنزل بيها كده في الطبق بتاعنا بتاع التقديم، وهنزينها بأي شكل يجي في بالك. أنا هنا زينتها بالخيار وحطيت شطة من فوق الوش، ونفس البولة نزلت هنا بالبطارخ بتاعة الرنجة، لأن جوزي قال لي أنا عايزة وأنا باكل تكون صحيحة في البق، ما تكونش مضروبة في الخلاط. نزلت بالطحينة والفلفل الألوان والبصل، وكنت عاملة بطاطس في الاير فراير، أو ممكن تقليها عادي، ونزلت بيها في طبق التقديم، وحطيت شطة او ممكن تزينيها بالبابريكا والفلفل الالوان. وهنا حطيت الليمونية، ودي سلطة الرنجة. زودت عليها الزيتون المخلي، وانا نسيت احطه يعني في الخلطة. المهم هي دي سفرتنا هنا، سلطة الرنجة مع البطاطس المحمرة وطاجن الرنجة في الفرن وسلطة البطارخ. شايفين الجمال والروعة؟ طبعا الألوان بقى عاملة شغل بمناسبة طبعا شم نسيم. وهنا كنت حطيت الكابوتشي ونقع البصل في الخل والمية. دي سلطة الرنجة اللي احنا عملناها مع بعض، وده الطاجن اهو. ودي سلطة البطارخ مع البطاطس المحمرة والخيار والعيش البلدي، وده الطاجن اللي بجد كان النهاردة تحفة. بجد لو جربتوا الطريقة دي لازم تعتمدوها بعد كده، وانسي اي طريقة تقليدية لسلطة الرنجة. انا طبعا جربت الطريقتين وكله اجمع ان طبعا الطريقة الجديدة دي احسن 100 مرة، طعمها لذيذ جدا جدا، وبجد تحسي ان انتي بتاكلي حاجة كده جاية من المطاعم مخصوص. سهلة جدا وسريعة، وبجد ما اخدتش وقت. وكل سنة وحضراتكم طيبين. ولو انتي مش متابعاني فانتي فايتك كتير، لايك وشير واشتراك في القناة.